السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده تعليمي جامد جدا، هيعجبك جدا باذن الله. ورق العنب لو مش بتعرفي تلفيه هقولك على طريقه سهله جدا تلفيه بسرعه الصاروخ. مش هياخد منك وقت نهائي ويبقى ملفوف معاكي بالشكل المظبوط ده، وترميه في الحيطه يرجع لك سليم. بطريقه سهله قوي. كل اللي هتعمليه هتتابعي الفيديو للاخر لان فيه معلومات مهمه جدا، وتحطي اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان قناه مفيده جدا وهتعجبك. اول حاجه كده هنصلي على رسول الله وهنحط حله على النار ونحط فيها ميه، هنخليها تغلي وانزل بورق العنب اللي انا شارياه طازه كده، وهنزل فيها على طول بالورق بتاعي. هحطه كده اول ما يبدا يعني دقيقه بالظبط. اول ما يبدا ياخد لون من تحت كده ويتحول للون الزيتي او لون بني كده، هاجي قلباه تاني على وشه الجنب التاني. اهم حاجة نسويه كويس، وفي نفس الوقت احنا مش عايزينه يتهري مننا، انا عايزة اسويه يكون مظبوط. طبعا انا كنت شارياه كده من السوق طازة. وارجعوا للفيديو اللي قبل ده، فيديو مهم جدا كان لتفريز ورق العنب. 3 طرق لتفريز ورق العنب. فيديو حلو جدا جدا جدا. طرق سهلة وفي نفس الوقت ما يغيرش معاكي لون، ويقعد معاكي طول السنة بنفس الطعم ونفس الجودة. هسيب لكم الرابط في الوصف، وهتلاقوه هيعجبكم بإذن الله. طيب هنا سلق معايا ورق العنب. هاجي مطلعاه وهحط ال- الربطتين التانيين علشان اعملهم برضو. طيب المية بنحط فيها اي حاجة؟ ما بنحطش فيها اي حاجة، ولا بتحطي ملح ولا بتحطي ليمون ولا بتحطي اي حاجة خالص. هو زي ما قلت لك، خليها بس تغلي وانزلي بورق العنب على طول. انا شاريه متربط، لو انت شارياه مش متربط عادي ما بيجرالوش حاجة. طيب عايزة تغسلي ورق العنب قبل ما تحطيه يبقى احسن، اغسليه بميه كده بتاعت الحنفيه لانه ما بيبقاش نظيف وبيبقى عليه ترابه كده. او عايزه تغسليه بعد ما يتسلق كده برضه، اول ما بيطلع بتغسليه برضه بيبقى حلو. خلصنا السليق، ندخل على الحشوه الجباره اللي هتعجبك جدا وملهاش حل، بس اعملها في كل المحاشي. بصلايه، حطيتها في شويه زيت، ولو عندك حته سمنه بلدي حلوه كده حطيها وتبقى ملهاش حل. واول ما البصلايه تحمر معايا وتاخد لون، وهنا بقى عندي طماطم مخرطاها وحطيت عليها قرنين فلفل شطة كده يكونوا نار، عايزاها حراقة. طبعا انت الحميان ده بيبقى براحتك خالص. والبصلة بتاعتي اول ما خدت لون قبل ما تحمر خالص، نزلت بورق لورا، فلفل اسود، ملح، بابريكا، كمون وشوية كزبرة، ونزلت بالطماطم على طول. قلبتها بس تقلبتين. طب ينفع نستغنى عن ايه؟ عن ورق اللورا. لو ما عندكيش ما تحطوهوش، بس اي حاجة تاني ما ينفعش تستغني عنها. قال البابريكا برضو، لو الطماطم عندك حمرا مش محتاجة تحطي بابريكا. سيبته هنا يتسبك لحد ما الزيت المادة الدهنية فصلت عن التقلية بس لسه رقيقة، فانا سبتها كمان تتسبك. في الوقت ده اول ما اتسبكت طلعت الورق اللورا كده زي ما انت شفتيه بيتحش بكل سهولة، وابدا احط الرز بتاعي. انا حطيت كيلو من الرز. طب الطماطم قد ايه؟ يعني زي ما انتوا شفتوا كده ملو الكوز يعتبر. وبعد كده بقلب. احنا عايزين الصلصه دي تبقى حمراء قوي. انتي محاشي يعني الصلصه صلصتها لازم تبقى كتيره، والخضره لازم تبقى كتيره. معلومات مهمه اوعى تفوتك. التكايه دي بقى احنا حطينا كمون في التقليه. دلوقتي بقى بعد ما خلصنا وحطينا الرز نطفي النار على طول، يعني قلبنا تقلبتين وطفينا النار، ورشيت رشه كمون علشان تبقى بقى ريحته مفحفحه كده. المحشي بيحب الكمون منه علشان قولونك ما ينتفخش عليكي، ومنه بيديله ريحة وطعم حلو. وبعد كده حطينا الخضرة اللي هي عبارة عن كزبرة وشبت وبقدونس. لو مش حابة البقدونس تستبعديها، انا اصلا ما بحطش الا حاجة بسيطة جدا علشان الفايدة مش اكتر. وكتري خضرة وحطي، شوفي ما شاء الله لونها احمر وجميل وريحتها جايبة اخر الشارع. يعني الناس هيسألوكي انت عاملاها ازاي. طبعا انا ما بحطش نعناع ناشف لاني انا مفضلوش في الاكل يا جماعه. فانت دي اذواق، انت متعوده على كده براحتك. خلصناها وسبناها على جنب. نبدا بقى في طريقه لف ورق العنب. الطريقه السهله دي انا اتعلمتها. انا كنت الاول بقعد الف صوبع صوبع فبلاقي نفسي ما بنجز مش بنجز خالص. فانت بقى عندك مكان واسع كده على الرخامه ولا حاجه، اغسليها كويس كده وامسحيها ونشفيها، وابدأي رصي الورق بتاعك عليها. او لو عندك صينية كبيرة كده رصي الورق كده جنب بعضيه. انا عرفت الطريقة دي من
بتاعت المحلات يا جماعه. بتاعت المحلات بيفردوا كده كذا ورقه جنب بعض ويجوا حاطين ويلفوا على طول. هما مش هيقعدوا يلفوا واحد بواحد كده. دي بتسرع معاكي وانتي واقفه على طول، تخلصي لو قدامك 2 كيلو تخلصيهم في ثواني. بعد كده انا حطيت الرز الكميه اللي انت عايزاها، بتحبي الصوبع رفيع بتحبي الصوبع تخين، دي حاجه ترجع لذوقك. وابدا احطه في النص وارص كده، شايفين بقفل الورقه، اقفل الورقه الجزء اللي ورا كلها على الرز. بعد كده الجوانب يمين والجنب الشمال، وبعد كده الف الصوبع واضغط وانا بلف. انا كل اللي انا محتاجاه ان الصوبع بتاعي يبقى ماسك نفسه، انا مش محتاجاه يكون كده. اول ما احطه في الشوربه لقيت فرتك. اول ما الاقي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اول ما الشوربه تغلي عليه الاقي الصوابع اتفتحت من بعضيها، لا ده مش مطلوب. انا اوريكم ما شاء الله على الصوابع تخينه، يعني ماسكه نفسها جامده، مش قصدي تخينه ان هي مليانه رز ولا حاجه، لا الرز كان مظبوط فيها جدا. دي حاجه ترجع لذوقك بقى، انت بتحبيه تخين ولا رفيع. بس كده هبدأ بقى ألف بقى الصوابع اللي عندي. شوفوا أنا على بس ما قلتلك أنا كنت خلاص خلصت الكمية اللي كانت في إيدي، ما بتاخدش وقت معانا. وجيت هنا بقى فردتلك ورقة علشان اوريكي بتعمليها لوحدها ازاي. شوفي بقى هتقعدي تفردي ورقة بورقة هتلاقي نفسك بتعوقي اصلا في فرد الورقة، لان هو بياخد وقت على ما تقعدي بقى تظبطيها كده وتحطيها. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا حشت القمع اللي كان فيها ده بايدي عادي او بمقص براحتك، بس هو بيتحاش بعد السليق. بس كده ما بياخدش وقت ما بياخدش مجهود، والصوبع ماسك نفسه زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله عليه، شايفة ترميه في الحيط يرجع لك تاني، يعني حاجة في منتهى الجمال. اتمنى بقى يا جماعة تدعموني وتحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس يا أمرايا. ولو استفدتي حتى لو بحاجة بسيطة تدعي لي دعوة من قلبك واكتبي لي في الكومنتات لو عندك أي سؤال وعايزاني أرد عليه. أتمنى الفيديو يكون فاتكم، واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.